maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka umaxayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka umaxayne mugdigii ka maydhay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضيدا كسو دوادا برنامجك كبرة تيفيغا إذاعة قرنكا جمهورية سوماليلاند ومادديني تربية إسلامية فصل لذا سيديدات. موضوعنا عن كهد دونا مانتا ووحدة سيديدات وحدة اللحاد بوغا أما جابتر كاللحاد وها الأحاديث وحين كهد دونا حديث ككوبات أحاديث تربية إسلامية فصل كسيدات. موضوعنا إنه كهذه دونا وحوينا الحديث الأول نوح كهذا 5 من الفطرة. 5 من الفطرة أيوك هذا يا حديث كاس محيهين 5 من الفطرة. انتهينا 5 من الفطرة كهذا وحين كهذه دونا هرتا الأحاديث محيتها بالتعريف رجود أو كصابسا كلمة داسين وحوير شرحنا. ضمانتين وحين ذكرنا أحاديث وحيتها أحاديث وجمع حديث. حديثنا وهضل أما وكلام أحاديث مركز لقى ضايع معنا وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحنا معناها اللي هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ووحي النبي محمد لقى سوغوريي لقى صور نقلي لقى وريي عليه الصلاة والسلام وها وحي أكوها الله هذا الذي سيها أما وحي أسميه فعل الذي سيها هي وحي تقاريره تقرير معنيه سو حويان صحابة نبي عليه الصلاة والسلام باسميي أما هذا البيل هذين نبينا وأجد عليه الصلاة والسلام كدمنا موسى إنكرين هدي وإنكار دين تكمل مح لكن هدي وإنكار ويا لذا وتقارير أما وتغيير وقسم كم أحاديث أنت سنوجد بدونه أي نكسو جود وأنه موضوع عنا عصب أما حديث كنا كوبات إنه كهذا دونا وان كانوا حويان 5 من الفطرة أي 5 خصال من الفطرة 5 صفة أما 5 wanaagsan oo kamid aha abuurista Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka bani aadamka uu ku abuuray macnaheedu waxa weeyaan shantan xadiidka lagu tirin doono mid kasta oo kamid aha tabiicada bani aadamka ayaa keenaysa qofku inuu ku sifoobo iyadoo on diinta laga qaadanin on xadiidka rasuulka iyo aayaadka quraanka laga qaadanin ayay tabiicada bashariga ee bani aadamka Ilaahay uu ku abuuray ayay keenaysaa inuu sameeyo ashirkeena wuxuu ka koobnaan doonaa 5 qaybood qaybta koobaad waxaynu ka hadli doonaa xadiidka rasuulka kaleey salaatu salaam inaynu macnayno luqadeena ku turjumno qaybta labaad waxaynu ka hadli doonaa macaanida kalimaadka qariibka ee ku jira xadiidka qayb saddexaad waxaynu ka hadlaynaa saxaabiga xadiidka warinaya ama raawiga xadiidka warinaya oo Abu Hurayra inaan xogaa yar oo taariif oo ku saabsan isagana aynu sheegno xadiidka macnihiisa guud ee ijmaaliga ahana iyadana waynu tumaami doonaa akhiran xadiidka maxaynu ka faa'iideysanayna almustafadat wal irshadat min alhadith baynu ka hadli doonaa qaybta koobaad ku soo dhawaardayo عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر متفق عليه معني سوى محي أبي هريرة وحكوري نبي عليه الصلاة والسلام وكم قال الرسول كإسقاله 5 من الفطرة شنبا كمذها أبورست عليه 5 صفة وحي كمذهين أبورست على أي كمذها فطرة كوبات القفك بني آدم كوكسف وحوين الاستعداد وحل إلى شعيرة أو الإسكحيرة أما تماها عورة كصبح ولا حيرة لله قضب كلابات القفك بني آدم كوكسف في سنة وحوين الختان ختان كوا جدنينك وأسير جدنين فرعوني السنة وحلاقة قيبية أما حلالين تلمها يرل حلالين هجا وقص الشارب وفطرة صدحات إن الشارب هذا اللجابيو شارب هذا حلق اللي قصمين ما هيو لما حيرها لكن ولا جابنا يا إلى حد ممكن أي تهين الدبين تصار مقطع يا لجابنا يا إلا حيرو حلق اللي قصة ما يكمل ما في طريق له إلا بحيو اللي سيدا دون لجاي أنا معه
qodobka afraad ee fitrada ka mid ee xadiidka lagu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxa weeye natful ibti timaha ka soo baxay kilkilada in la tifo macnaha in la siibo oo la guro iyaga lama xiraya laakiin waa la gurayaa gamcaha ayaa lagu guraya haddii la xiro lafteeda bacd ulculamaa baa karaahiya ku tilmaamaya qodobka shanaad ee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay waa taqliimu ladaafir taqliimu ladaafir macnaha waa cidiyaha in la iska guro cidiyaha oo la iska guraayana waa shay-un min alfitra sifaadka shanta ahaa ama tilmaamooyinka shanta xadiidka lagu tilmaamay iyadoo oon diinta laga qaadanin ayay qofka bani aadamkaha dabiicadiisa uu ilaahay ku abuuray ee khilqiga asliga ah ayaa keenaysa inuu ku sifoobo sifoodka intaa haddaynu kaga gudubna xadiidka macnihiisa waxaynu u gudbaynaa macaan alkalimaat lilxadiid kalimaadka qariibka ee xadiidka ku jira inaynu turjun ma hiya alfitra fitra maxaa laga wadaa macna ahaan fitra maxay tahay fitrada waxaa la yidhahdaa maa jubila calayhi alinsaan fii asli alkhilqa waa waxa ilaahay qofka uu ku abuuray abuurkiisii asalka ahaa ayuu ku dabeeceeyey oo uu ku abuuray isagoon loo sheegin oon diin loogu sheegin ayay sifadiisa bani aadamnimada ilaahay uu ku abuuray ayaa keenaysa inuu ku sifoobo waxaase la yidhahdaa alfitra waa fitrat allahi alatii fatara annaas calayha hadi wey qodobka labaad ee xadiidka aynu fasirayna waxa weeyaan alkhitaan maa macnaa alkhitaan khitaanka waxaa biluqa soomaali lagu yidhahdaa waa gudniinka ama waa xalaalaynta waa qatcu qulfati dakar waa ilmaha yar oo buryada laga gooyo wey goynta buryada la goynaya islaamka waxaa lagu yidhahdaa ama xadiidka lagu sheegay alkhitaan kelimada saddexaad aan xadiidka fasirayna waa alistixdaad maa macnaa alistixdaad biluqatina soomaaliya istixdaad waxaa la yidhahdaa shicirada oo la iska xiro macnaha timaha ka soo baxa cawrada hareeraheeda ama xawla alqubuli waddubur oo la iska xira ayaa la yidhahdaa iyaduna waa nawcun min alfitra kelimada afraad ee xadiidka aynu sheegi doonaa waa maxay macnihiisa waa kelimatu natful ibti soomaaliya waxay ku tahay in la xiiro ama la zuuliyo timaha ku yaala kilkisha ay isaalatu shacri libti can طariiqi natfi timaha kilkilada ku yaala in la zuuliyo iyagoo oo wadada loo maraya ay tahay in la tifo oo gamcaha la iskaga guray ayna ahayn in lagu xiro manqas iyo wax lamid ah macaanida kelimaadka inoogu jiraya afartaas weeye waxaynu u gudbi doonaa nuqdada saddexaad ee darsiga oo ahaa tacriif alraawi wax yar ka baro saxaabiga la yidhahda abi hurayra maxaad ka taqaanaa man huwa abu hurayra mataa aslam wamaada ismuhu muxuu ahaa abu hurayra goormuu islaamay dowrkiisa ugu badnaa ee intuu diinta ku jiray abu hurayra uu qatay maxay ahayn أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي عبد الرحمن ابن صخر الدوسي معنيه سوى محي واسم أبي هريرة أبي هريرة اسمه سوى إلى عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اسمه سوى مختلف معاني بضن أما أسماء بضن بالسكو خلافي لكن المشهور أنه كان أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر هذا هو القول الراجح كن يدي سمركه وأبو هريرة سؤال شميشة كوتا الأرض وحوين أبو هريرة محا أبو هريرة لو بحيي وإيش لا أبو هريرة معناه ضوء محي وبصدى أبهد أبو هريرة محا لو بحيي اسمه عبد الرحمن بن صخر بوهاي محا كن يدا لو بحيي أبو هريرة inkastoo laga yaaba kelimatu kunya inaad Soomaaliyan isku weydiiso abu kunya macnaheedu waa magaca ku bilowda abu ama ama ibn ama bint ayaa leedahay aslan luqada carabiga kunya waxaan maleeyahay Soomaali kuma laha tarjuma kelimadaas kunyada abi hurayra maxaa loogu bixiyay abi hurayra waxa loogu bixiyay لأنه عاد من المرعى بهرة يحملها أبي هريرة مالين بو كسو لابتay meesha ay xooluhu u foofaan isagoo oo bisad yar xambaarsan kadib markii la arkay ee muuqaalkiisa uu soo baxay baa waxa loo bixiyay Abu Hurayra intii waqtiga ka dambeysay wuxuu ahaa laqabka Abu Hurayra ayuu ahaa hadaynu laqabkiisa inta kaga gudubna Abu Hurayra mata aslam su'aasha lagu weydiinayay waxa Abu Hurayra goorma islaamay في التاريخ الهجري markii lagu leeyahay qofkan goorma islaamay taariikhda hijriga aha ama biicada labada saddex ku saleen kartaa ama kadiba Abu Hurayra wuxuu islaamay caama Khaybar sanata 7 min al-hijra Abu Hurayra wuxuu islaamay sanadkii 7 هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحي هيد السنة 7 دقالكي خيبر مالمها ودعهي أيو أبو هريرة إسلامي بل ولبا أبو هريرة سيدا وعدينا الرواية دي سوحوا لها وحان إمد دقالكي خيبر ورماضي وغنيمة دي صحابه لقفرت يهودي خيبر أي قيب سنيان لكن أبو هريرة ولا قيب قلي لماذا؟ لأنه كان من المؤلفة قلوبهم أبو هريرة وحكو ترددكي قلوب تودا لسولوين الإسلام من الجلعسين لأن الغنيمة دي سوى ذلك قيب قلي محرقسي مركا في السنة 7 من الهجرة أي إسلام السنة كي تضبات هجرة النبي أي إسلام عليه الصلاة والسلام
أبو هريرة كان من أصحاب الصفة وحيالها أبو هريرة يقنا وحوها أصحابتي لو يقنا أصحاب الصفة. أصحاب الصفة معناها معي وطلبة العلم كصحابة ومسجد كاللازمي قرآن كان أخرج جري يا أحاديث أنا حفظيان معنا تفرقوا لحفظ القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة سوحي أبحين إن حفظيان قرآن كريم كيا سنة النبي لأنه وحل أورنجري اللقب كوضع أصحاب الصفة أما تلاميذي صفة أي الأورنجري. أبو هريرة حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. أبو هريرة النبي وحو كحنباري أما أكسو قاضي وكوري علم آت أبدا بوري بل علم أبو هريرة وريه وحل هذا قف كوري صحابة النبي مجرى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أبو هريرة سؤال سودين سوحويا في السنة السابعة أي إسلامي أيها الطلاب. أبو هريرة سنة السابعة عبد إسلامي النبي عليه الصلاة والسلام كم بقي معه إمس سنة أبو هريرة النبي قال شوي أبو هريرة النبي مركب وحلت شوي إلى 3 سنوات وبضعة أشهر 7 سنين يطور بلود أبو هريرة النبي قال شوي هل شوي هذا مع ذلك وحو النقضي أكثر الصحابة رواية عن النبي. لماذا؟ أبو هريرة وكن نقضي أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجيب عن هذه السؤال واسأل نفسك لماذا أبو هريرة محمد مسكوك قالي لبدا جوابات بينك جواب دونها. أبو هريرة إنه نقضي قفكي أجوه الرئي صحابة الرواية النبي لبس صواب بالله ولملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة وحول لازم النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدة صدح سنة الله كبلوضه النبي يقول له أفرد سنة وحبك يرتاحي. أبو هريرة كان يلزم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال في السفر وفي غير السفر حالات كالصوم النبي كتير يقول شوك النبي إجو ولدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ صدق الرسول كأبو هريرة ودعي وحونا ودعي إنه إلهي سبحانه وتعالى أفضل ذي حفظه. لذا أبو هريرة حفظ النبي مركي لقى جهد يدلال بدن بوبحي. أبو هريرة لفتيس وكحك هنا في رواية البخاري بوحوليه صحابة لبقى بود بيهاين قيب كم ذي وحي يكون مشغولين أمواش شودي ورير أنصار الحوله ذي يكون مشغولين قيب تكلنا وحي يكون مشغولين في الصفقات إن القوة حولها وشقين ومهاجرين لكن أنا وحنا النبي من لازمة عليه الصلاة والسلام وعروشي سهدوا بوح هذا النبي قلتين النبي يقول مالمها كم ذي ودعي وحنا ودعي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة إنه أحفظي إله أفضل. أبا هريرة لفتي السوح إليه بعد ذلك اليوم كنت أسمع وأحفظ ولا أنسى وحبان حفظين شري وحن حفظين ما إلا وشري. أبا هريرة حديث النبي كوري إن السوق هذا كتبتها سير كتبتها السنة كسوغان مرويات كيسو أمس فقد بلغت مروياته هو أبا هريرة لقوري حديث وحي قالي 5374 حديثا شنكن صدح بقول أفرية ضباطا حديث بيقال وحديث أبا هريرة لقوري أبا هريرة وهي وين وغريبا نصوشين قضبك وحنا أكثر الصحابة رواية للحديث لملازمته له ولدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ترجمة أبي هريرة. أبا هريرة قرمو انتي أبا هريرة قرمو انتي ووقتها قرمو انتي والسؤال شيء سودين أيو هذين في السنة السابعة أي إسلامي أبا هريرة قرمو انتي توفي أبو هريرة سنة 57 من الهجرة. أبا هريرة وحو قيريو سنة كي تضبية كونتن كي هجرة رضي الله عنه وأرضاه. انت سينو أبا هريرة ترجمة ديسا أما تعريف كيسا أو كوبان كاكتايدونا سؤال شيء أنك كاكتاي أرضي وحوي أبا هريرة وحوها صحابي وحفظك بنا صحابة صحابي وعلمك بنا رواية كنبك الغوري لكن موسى هي صحابي ومدد الإهراء بل وحين الشيقنين أفر سنة كيرتها مدد النبي أولا شوي وحادث ويديسا لماذا jawaabtana horey baan u soo sheegnay waa dadaalkii badnaa ee u bixiyay adigan ina sida u dadaasho ayaa laga rabaa ardayo si aad dadka aqraantaada ahaa iyo kuwa ka horeeyaba aad ula dhaaftid weeyaan aynu u gudubnaa nuqtada saddexaad ee xadiidkeena oo ahaa macnaha guud ee xadiidka al macna al ijmali waa macnaha guud ee xadiidkan aynu ka qaadan karno yadhkuru abu hurayrata radiyallahu anhu abu hurayra wuxuu sheegayaa أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه مقلي النبي أوله 5 خصال من دين الإسلام 5 صفة وحي كم ديهين دين إسلامك. أبا هريرة الشيء هي النبي كان مقلي 5 صفة وحي كم ديهين دين إسلامك. وهذه 5 المذكور في الحديث من جملة النظافة 5 صفة حديث كاللغو الشيء وحي كم مثلهي ضوضوب كان نظافة التي أتى بها الإسلام تاسو إسلامك وليميت طبيعة بني آدم كنا أكين سنون. ما هي هذه الصفات وما هي هذه الخصال ما حيت هاي صفات كاسي
أما تلمامها سمحية أولها قطع قلفة الذكر المهير وبريد لقويوي التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ تاسو إني باقيها تو ميشا كسيتها لأي السبب يسو إني النجاسات كا يوسخ إسفلفولان وإستوكران فتحدث الأمراض والجروح هذا وسخ ميشا كورتا محا كدلنايس حنونا كدلناي بكتيريا يا جراثيم با كدلنايس جراثيم تاسنا waxay sameeysaa amraad iyo xanuuno lagu kharash gareeyo lacag badan sidoo kale boog ba ka dhalanaysa sifada labaad ee sifaadka xadiidka lagu sheegay ee jumlatu nadaafa kamidii waa xalqu shucuur waa in timaha la xiro ayu sha'r timaha la xiro waa timaha loo jeeda oo la xiraya yu'na xalqu al'anati waxa la xiraaya shicirada oo la iska xira laga wadaa wal'anatu hiya ash-sha'r aanaduna waa timo لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث inay baaqi ahaato oo makaanka ay ku taale cawrada ah loo daayo wuxuu ka dhigayaa mid wasakh keenta wasakhdaasina waliba waa najaasaadka ka imanaya labada maxal oo iyada ku sifoobo warubama akhallat bitaharati shar'iyya waxa laga yaabaa taharadii sharciga ahayd inay wax soo gaarsiiso ay taharadii ka dhinto haday taharadu dhimanaato ay taharadu hoos u dhacdana qofka cibaadadkiisa bana saxin haday cibaadadkiisu asaxi waayana xiriirkiisa ilaahay oo laha ayaa sax noqon waayay هذه هي النقطة الثانية أما النقطة الثالثة حديث كالغو شيغي أما صفة صدحات حديث كان أينو كقادن كرنا فما هي هذه الصفة صفة سمحيتها صفة سوى قص الشارب وإني الشوارب تلحيرو والرقو أي اسكحيران شارط قصي بيكوصة بينين قصي معنى ذو من قصين وإن لقابيوي حلق لغو مسامين وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا واتمها كصوبها دبين تصر دشيرا لأن بقاؤه يكون فيه تلويث إنه باقي كوء هذا في هذا المكان وحكين كرا وسخ يقرن ومما يخرج من الأنف من الأذى سنك درارها كإيمانية وسخ لوطا كاسي مركا أصمر الشاربتي أما التميه ودير وسخ باكدا نكرتا وسخ لاسنا وحي نقون هسا مد قدر يحمان كيني كرتا أي نقون هسا يضانا إن لحيرا أي شرعيها لقابية عفوا إن لقابية ayaa kamid ahaa sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam lidaa waxaynu ugu baaqaynaa ragga shaarubta la baxay inay shaarubta iska gaabiyaan sunnada nabi maxamedna ay ku deedaan sidoo kale ay khilaafaan yahuuda iyo kristanka ilaa iyaga lagu ogaay khalafu yahuuda wa nasara ba idin maamulahay ما هي الصفة الرابعة للحديث صفة أفراد حديث كالقشي وتقليم أظافر اليدين وإن عديها لسكجرون أظافر اليدين عديها جمعها هي والرجلين كولوه لبضب إن لجروي لماذا محل جريا لأنها يسبب بقاؤها تجمع الوسخ فيها إن باقيها تهلك كوسيتا لوحي السبب كرتا عديها هوستودا إن وسخ إسكو ورطو أو تجمع كوسا ميسو إسكو تمادا هلكها عديها لبضا لغود يا لبضا جمع بكياله وأيضا ربما منعت كمال طهارة waxaa laga yaabaa sidoo kale inay diido inay tahaaradii qofku dhameystirato waayo gamcaha iyo laguba waxay ka mid yihiin acdaada weysada markii la weysanayo in la weysaysta oo la meeray ay waajib tahay lidaa haday cidiyaha hoostooda wasakh ku jirto ay biyuhu gaari waayaan sharti ka mid ah shuruudii wudu'a meesha ka maqan oo la oran jiray wa amma yamnac wusul al-maa'i biyaha jirku inay gaaraan wax ka mancinaya waa inuusan saarayn haddii markaa wasakhi meesha ay ku jirto cidida hoosteeda xubinkaas macnaheedu waxa weeyaan mayrigiisu ma dhameystirmin xubin ka mid aha xubnaha waajibka tahay in la meeray hadduu dhameystirmi waayo wuduugiisana weysadaadu ma asixin haddii weysadaada six weydana salaadaadu ma asixin lianna waa maxay faaqidu tahaara ya tahay qof tahaaradiisi waayna salaadiisu ma asaxayso وربما منعت كمال الطهارة طهارة دميستير كذا إن جديد لقى يابا لماذا ولسترها بعض الفرض وحي قرين هيسا حبين كي فرضها إن لما إلى أي واجب تهي قيب كم بذها أي قرين هيسا نقطة أما الصفات الشنات حديث كالغشة محيطة ونتف شعر الإبت تماها كصوبها كالكلادة إن لا تفوي نتف إن لغو سميو الله قرويا لو لمن له قف كستما هو قف كيتمه سكوي لان بس كغرايدي او سنده اي كميت هي مدينه كميت هي وانا كميت هي اسكو الذي يجلب بقاؤه الرائحه الكريه تمها سميشن ku yeelna waxay keenin kartaa urxun oo kariyo dadku dhibsadaan bay keenin kartaa waxa laga yaabaa in shir sameeyo fa innaha tuntafu wala gurahaya timahaas oo la tifayo la siibaya wala tuqassu lama man qasaynayo qasi ya gaabin lagu sayn maayo wala tuhlaqu lama naxirahayo
حيرتان إيا مقص من دلغو سميها لكن نطف بلغو سميها وقعنتها لغو قرأي وي بل نطفها أولى إن لغرا أيا أولاها صفاتها سنة ساسكا بحني أنا سكوس ودودومنا شانتان صفين حديثك كسو الشيقلي دودو بحان وبالجملة دودو بأهان فإزالة هذه الأشياء أشياء إلا الزولية وماشا لغا صارو من محاسن الإسلام وحي كمتها وناقة إسلامك وحيالها وناكسن إسلام كلية بكمتها الذي جاء بالنظافة والطهارة إسلام كاسو مركو رب النظافة إيا طهارة اللي يميت وحنذفنا والتأديب إيا وحينو إدبيو أو وح تربية معنى التأديب والتربية إنو التربية وناكسن والتهذيب كسمية والتهذيب قفك إن له فوق وأخلاق ذا حن إيا صفات كحن إيا رقمات كوناكسن ودن لغا السفايو ووح وناكسن لغو السفايو ليكون المسلم على أحسن حال قفك مسلم كيسوء النغضو حالة وناكسن وأجمل صورة إيا قابك موقالهان وقروح بضان إنه نغضو إنسان كان إنسان هي أديسو أي قروح بضان تهي ومقال كيسو وددك قنعنايو فإن النظافة من الإيمان نظافة وحي كمتهي إيمانك عدين تؤتمد إساق أجلي بي كمتهي حديث كان محينو كفادي سننا ما يرشد إليه الحديث معنى ما هي الأحكام التي تستفاد من هذا الحديث الأحكام التي تؤخذ التي يرشد إليها الطالب كل طالب يتفكر في دقيقة أرضي كستايو وإنه فكره وإسويدية حديث كما حنك قاضا كرنا وأحكامه النقطة الأولى إن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال دين كإسلامي وحليمت نظافة سيدو كلا وحليمت قروح سيدو كلا وحليمت أميستر إنسان كأميستر هي وحكستو أباهي هي جسد كيسا يا عقل كيسا يا مقال كيسا بين لغنا ميسترو والنقطة الأولى التي نستفيد من الحديث والنقطة كوبات الحديث ككفة إذ سننوي النقطة الثانية التي نستفيد من الحديث ما هي إن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير أبورك إلهي وقفك كأبوري أبورست إلهي قفك وحي ويليسا وحكستو خيره وتبعد عن كل شر وحين كفو بينيسا وحكستو حمانه وحكستو شرهنا وي كفو بينيسا وحكستو خيرهنا ويويرسا فطرة إلهي بكينيسا إلهي سبحانه وتعالى قفك وكو طبيعي أن نفسيهان هدي أفكره وكين حيوي نقطة صلاحات أن حديث كفاية سمامحي يتعلق بهذه الخصال الخمسة فوائد دينية ودنيوية خصال كان أما الصفات خصالك واشنتي أن صوت إن 5 من الفطرة يا خصال وبدلني خصال يا صفات وأسكم معنا خصال كان حديث كالوش يا أما تلمامها حديث كالوش يا شنطة وحكو تعلق ذا واللي جه ليا فائدوين بدن فائدوين كلا دوان أو ديني أها يمد دنيوية الرمها دينتا يمد الرمها الدنيا ذا قفكو باني منها محاكم ذا فائدوين كس ألف محاكم ذا فائدوين تحسين الهيئة هيئة ذا قفك إن لقرحيه أو قفك هيئة ديسا لجود ذاله إن نقطة هيئة قروح بدن أو مقال كيسو ونكسيه لبا محاكم ذاها تنظيف البدن جد كيسا يجسد كقفك إلا النظيفيه أو بدن كو نقطة بدن نظيفها أو جسد كيسو والنظيف يحي صدح محاكم ذاها أو إذا أن كفر سكرت الاحتياط للطهارة إن لجود ذا طهارة إني طهارة وكود ذا لقفك إنسان كأها إلهي أبوري أفر وحكى له مخالفة شرائع الكفار قال ذا شرائع ذوذا إني نخلافنه قال ذا شرع ذوذا شرع وجمع شريعة شرعي ذوذا يوحى إجديستين أي كل رقمان أي كدين ديان هيان إني نخلافنه وفائدوينك صفات كان شنطها لغا فائدي سنهيوين أفرطاس أي نكو لنا وحين انت وجود بنا النقطة الأخيرة وأها تدريباتك أما وحلي هذا ليلي السيادة حديث كان أنسو قضا قيبتك وبعد حديثك وحوين أذوق سويدي محا صحها محا قلدا جوابتا ما الصحبة عرض يوم الدين الإسلامي دين النظافة هذا صحتها هي صحبة صارسة حديثا صحة هينا خرط بصارسة الدين الإسلامي دين النظافة قيب كم إذا أنا كاجي شقية وقيب تهروي هذه قيب تما كاجي تكتونا جواب تاسي وصح صدق كوارتان الدين الإسلامي دين النظافة لبا يهتم الإسلام بتحسين الهيئة إسلام كوح اهتمام سيا ودريال بدن سيا هيئة قفك إن لقرحيه صح ولا لا جواب تاسينا وصحوي
الشارب هو شعر ينبت من الإبط. الشارب توحى ليلة تمها كصباح هيا كالكلبة. هي صح أو خطأ؟ خطأ وين جواب تحسن. أفر ترك تقليم الأظافر يضر الصحة. عديها أون لإسكابورين وحوكينا يا عافمات كأنه لبات سوغرس. جواب تحسن وصحوين. يستحسن للمسلم ترك الاستعداد. قفك مسلم كوحا ونكسن إنوسن إسكاحيرين شاعرة. صح أو خطأ؟ تيش لي خطأ جواب تحسن. أنت كهري سؤالها لبضا قيبوض وكرا أذيك أيا كشقي سنكرا أرضي أو أذيك كشقي. أنت وحين كسو جوجينا كسو كوبينا كسو أفميرنا حسدني كوبات وإنو كذا هذا حديث كم حديث النبي حصادو هل كان يقول تكتو كولان لبات انت نسكسون قرينو والسلام عليكم ورحمة الله. ومالك 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 مسكحدي دوني ذو ملاسن موجده هيدا مسكحدي دوني ذو ملاسن موجده هيدا كلام يرتي معني سي ماركي قرصونا كلام يرتي معني سي ماركي قرصونا ومصباحي كاهيسو مانكا عيني مجدي كميري ومصباحي كاهيسو مانكا عيني مجدي كميري